بما اننا في موسم ورق العنب الفريش، تعالوا اقول لكم ازاي انا بخزنه في الفريزر لمدة سنة كاملة وبيفضل زي ما هو. يلا بينا سيف ولايك. تعالوا اقول لكم انا بخزنه ازاي. اول حاجة بمقص هقطع العناقيد وهبعد عن الرابطة دي لاني محتاجاه مربوط زي ما هو، وطبعا هقول لكم هعمل ايه في العناقيد دي في الاخر. بفرد الاسترتش كويس وببتدي اضيف حزمتين لكل رابطة وبلفه على الضيق جدا زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة ما يدخلش فيه هوا ويكون محكم الغلق، وبقفله كويس جدا من الجوانب. وبس كده بكرر نفس العملية في كل الكمية اللي عندي زي ما انتوا شايفين. تعالوا اقول لكم بقى العناقيد دي ايه اهميتها. بشيلها في كيس في الفريزر كل الكمية اللي عندي وباخد منها وقت تسوية المحشي، وبفرد منه شوية كطبقة أولى في الحلة. بيدي مزازة حلوة جدا لورق العنب وبيحافظ عليه من إنه يتلسع. واستنوا بارت 2 هقول لكم ازاي بسويه التسوية